الحقيقة طلعت غير الأفلام خالص. كل سنة وانتم طيبين وسنة حلوة إن شاء الله، سنة جميلة. ده عيد عادي، ده عيد يا ابني. سنة وانتم طيبين عادي، مش لازم سنة حلوة. كنت قلت النهاردة إن أنا هعمل فيديو أرد فيه على كل الناس اللي بتسألني أو أي كومنت أقراه، بس يعني فأنا هبدأ بالأسئلة ونشوف بقى انتوا بتسألوا بتقولوا ايه. شوف بقى انتوا بتسألوا بتقولوا ايه، ربنا يستر. خالد البحراوي. انا مش محدد الاسئله، يعني انا هقرا الاسئله كلها ورا بعض واللي يجي في سكتي هجاوب عليه، واللي هيجي في سكتي ومش عاجبني اعمل نفسي ان هو ما جاش في سكتي اصلا. ف هنبدا باول سؤال. خالد البحراوي: انت بطلت راب ليه؟ انا بطلت راب ليه؟ انا ما بطلتش راب، هو الراب هو اللي بطلني، الراب هو اللي بطلني فاهم، دي حقيقة. انا ما بطلتش راب، الراب هو اللي بطلني. الراب بقى انت بطلت كيولين. ايمن محمد، ايمن محمد، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ وهل ناوي تغني وتتشير ولا هتفضل فيديو ميكر؟ لا انا لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا ناوي اغني واتشير ولا ناوي افضل فيديو ميكر برضه. بس من ناحيه اهلاوي وزملكاوي انا بكره كره القدم، ما بطيقش حاجه اسمها كره، انا اصلا مش مقتنع بيها كلعبه. يعني 24 نفر ينزلوا يجروا ورا الكوره ما بحبش اللعبه خالص. 22 24 مش كانوا 12 الفرقه؟ الفرقه 11 ما فرقتش 2 يا عم عندي، ما هو في حكام. 22 نفر 22 نفر. انا حتى ما اعرفش عدد الفرقه كام. يا انا عمري لا لعبت كوره ولا عمري اتفرجت على كوره ولا حتى بلاي ستيشن اصلا. فين فيديو العيش والملح؟ فيديو العيش والملح بصراحه انا شلته، لان انا اصلا ده كان اول فيديو انزله، اول حاجه افكر ان انا اعمل فيديو. ده كان اول فيديو انزله، اول حاجه افكر ان انا اعمل فيديو. ده انا كنت عامله ليا انا واصحابي، فكان الموضوع قشطه، مش يعني ما كنتش ماسك نفسي فيه قوي، لان انا اغلب الفيديوهات او فيديوهاتي كلها بمسك فيها نفسي، فهو اتشال بصراحه يا فارس. بيقول لي شهرتك بتفيدك ولا بتضرك؟ عادي عادي يعني، لا بتفيدني والله شهرتي لا بتفيدني ولا بتضرني، عادي يعني. في مي كرم، مش عارف اقول لك ايه، بس ليك وحشه والله، واخيرا الواحد هيرجع يضحك من قلبه تاني. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك ان شاء الله. شكرا يا مي، شكرا جدا وانتوا كمان والله ليك. بس انا جيت فتره وقفت الفيديو، كان حوارات كده بس، وان شاء الله هرجع اعمل فيديوز تاني. اهلك متقبلين اللي انت بتعمله ده ولا مش واخدين بالهم اصلا؟ وبتدرس ايه وبتشتغل ايه وهدفك الكبير ايه؟ ندى صبحي: بص يا ندى، اهلي متقبلين ان انا بعمله ده ولا لا؟ هم ولا مش واخدين بالهم اصلا؟ لا هم واخدين بالهم بس عاملين نفسهم مش واخدين بالهم. يعني متقبلين ده والله ما اعرف هم متقبلين يا ابني ولا مش متقبلين، والله ما اعرف هم متقبلين ولا، بس هم اكن ما فيش حاجه يعني عادي. يعني فيديو ايه بس؟ فيديو ايه اللي انت تنزله يعني؟ يعني انا حاسس ان والدتي عادي. والدي هو يعني هو عاده يعني انا اصلا ابويا لو اخترعت فعلا قمر صناعي مش هيستغرب. يعني ايه يعني فيديو؟ ما كلنا عندنا كاميرات وبنعمل فيديوز من بكره الصبح عادي. انا ابويا كده، فمش هي. بص هي الناس كلها متقبله ما عدا اهلي تقريبا. بتدرس ايه وبتشتغل ايه؟ انا بدرس بيزنس انفورميشن سيستم، بس مش بدرسه قوي. انا دي دراستي بس بصراحه مش بدرسها قوي. والله انا ليا اكتر من فتره اشتغلت في كذا حاجه، بس ماليش حاجه معينه، بس لسه ما فيش يعني في الشغل اللي انا عايزه لسه ما اشتغلتوش يعني. كل سنه وانت طيب وانت بخير. مريم عز شكرا. مصطفى بشير: هدفك ايه من الفيديوهات؟ اضيع وقت الناس واضيع وقتي، و عادي عملت فيديو. انا بيجي في دماغي موضوع كده، في دماغي عايز اتكلم عنه بتكلم عنه عادي. لا ليا هدف ولا ليا يعني الضحك، لا هدف يوصل رساله ولا هدف اعمل مش عارف ايه ولا بصلح من المجتمع، لانه يعني الضحك يعني. مصطفى مهنا: كل سنه انت طيب وبلاش تغيب عنا تاني، ربنا يخليك يا مصطفى. مدحت بتاع الشاورما بيمثل لك ايه في حياتك؟ مين مدحت بتاع الشاورما ده؟ مين ده مدحت بتاع الشاورما؟
معرفش مدحت الاشقر ولا اعرفه وناسيه، مش عارف. احمد عزت كتاب حياتك اسمه ايه؟ كتاب حياتي اسمه، لا كتاب حياتي اسمه ايه؟ هقول لك اسمه ايه. كتاب حياتي اسمه هو ايه اللي انا عملته ده؟ يعني كتاب حياتك اسمه ايه اللي انا عملته ده؟ ناوي تعمل ايه في العيد؟ مش هعمل اي حاجه، افضل في بيتنا. ده عبد الرحمن اشرف. نورهان اشرف. انا مهما شفت في ناس بتعمل فيديوز، هتفضل الفيديوز بتاعتك احسن فيديوز بالنسبه لي واكتر فيديوز بتضحكني. ربنا يخليك لينا يا كيو، كل سنه ربنا يخليك يا نورهان، وان شاء الله افضل كده اعمل فيديوز وتعجبك ان شاء الله. يعني انا بتقول لي الفيديوز بتاعتك اجتهادات شخصيه ولا اراء عالميه؟ مش هتحلق شعرك عشان العيد وكده، ولا ليه مش هتحلقه؟ نزل فيديو، ونزلت فيديو عن غيابك وقلنا ماشي، برضه ما قلتش ما كنتش بتنزل ليه؟ فين يا كيو؟ هتعمل ايه في العيد؟ ها بصراحه مش جاي في بالي سؤال بعد كل ده مش جاي في بالك سؤال ازاي؟ كل الاسئله دي مش جاي في بالك ازاي سؤال؟ مش فاهم. نورت عموما، شكرا. والفيديوز بتاعتي اراء عالميه طبعا، مش اجتهادات شخصيه. انا مش فاهم. مش هتحلق شعرك عشان العيد وكده؟ لا، كنت حلقته الاعياد اللي فاتت بسهوله جدا. يعني السؤال واضح. وليه مش هتحلق؟ لاني مش هحلق. اجابه برضه واضحه. هتعمل ايه في العيد؟ مش هعمل حاجه. لا سمر عبده، ربنا يخليك على الكومنت ده. كيو كل سنه وانت طيب، وغبت ليه كل ده؟ ده انت اكتر شخص بيضحكني، وحفظت الفيديوهات كلها القديمه. ما تغيبش، انت بتضحك قلوب، وخليك دايما على تواصل. ربنا يخليك. انا ما عنديش اسئله عشان انا مش فضولي، بس بمناسبه البيت اللي الواحد فيه عايزك تعمل فيديو يخليني ارقص من الضحك. ايه ارقص من الضحك؟ يعني انا اعرف اموت من الضحك، افرض من الضحك، انما ارقص ازاي؟ تخيل. تحت مخد خصم وتحت، لو جيت ورحت مش هتجيبني ولا اي ولا زي. والله ما تغيبش عنا تاني. شكرا يا ياسمينة. اخيرا هتعمل فيديو بجد، وحشتنا قوي. شكرا يوكا، شكرا. شعرك ده بتغسله ازاي؟ بغسل شعري ازاي؟ بغسله اقسم بالله. شعرك ده بتغسله ازاي؟ بندع لاصحابي نيجي نغسله مع بعض في مغسله بتاعت السيارات هنا في الشارع، بتروق عليا يعني. حسام سعيد بيقول لي فرحان بشهرتك. لا انا زعلان بشهرتك. انا زعلان بشهرتي، مش فرحان. كل ده وانت اكتر حد بتفرحني والله العظيم. يعني انا راجع تاني يا جماعه، انا اسف والله، حسيت بتأنيب ضمير اقسم بالله. عموما انا شفت كومنتات كتير، شكرا جدا لكومنتاتكم دي والمسجات، وبقراهم كلهم على قد ما اقدر. ربنا يخليكم، وكل سنه وانتم طيبين. ولايك وسبسكرايب لليوتيوب شانل عشان الظهر يلعب. باي.